سيدنا عمر رضي الله عنه في زمن خلافته كان ماشي مع الصحابة، فأوقفته واحدة ست عجوزة وقعدت تتكلم معاه كتير، وسيدنا عمر واقف يسمع. تقول له: يا عمر، كنت تدعى عميرا فصاروا يقولون يا عمر، ثم صاروا يقولون يا أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. بعد ما خلصت ومشيت، الصحابة قالوا له: أنت واقف تسمع للست العجوزة دي كل ده؟ قال لهم: والله لو كانت وقفتني وقعدت تتكلم معايا اليوم بطوله لكنت وقفت سمعت لها وما سبتها إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه؟ هذه خولة بنت ثعلبة، الذي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات، أفلا يسمع لها عمر؟ مين السيدة خولة بنت ثعلبة؟ دي اللي ربنا بدأ بيها مطلع سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. السيدة خولة ست كبيرة، في يوم اختلفت مع زوجها، فزوجها قال لها: أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة عليا زي ما أمي بالظبط محرمة عليا، وسابها وخرج من البيت غضبان، لحظة غضب. فالسيدة خولة اتضايقت، فلما رجع آخر اليوم وهدي وكده حب إن هو يلطفها ويرضيها، وهي ما رضيتش. قالت له: والله لا تمسني حتى يأذن رسول الله. وراحت واشتكت للرسول صلى الله عليه وسلم اللي عمله زوجها، فربنا أنزل قرآن من فوق 7 سماوات إنه سمع قولها، وأنزل في سورة المجادلة حكم المظاهرة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة خولة حكم ربنا في المظاهرة، وقال لها: قولي لجوزك إن هو يعتق رقبة. قالت له: منين يا رسول الله؟ إحنا فقراء ما عندناش عبيد، إحنا أصلا فقراء فهيبقى عندنا عبيد إزاي؟ فقال لها: خلاص خليه يصوم شهرين متتابعين. قالت له: ده راجل كبير وعجوز وما يقدرش على الصيام. قال لها: خلاص خليه يطعم 60 مسكينا. قالت له: والله يا رسول الله ده راجل فقير هيطعم منين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال لها: ما معناه إن أنا هساعده بتمر من عندي. قالت له: وأنا كمان هساعده بتمر من عندي عشان يكفر عن المظاهرة اللي ظاهرها على زوجته. ودي كانت قصة السيدة خولة التي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات.